بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي طلبة الصف الخامس الابتدائي، رميساء وفيروز وملك وحنين وكلكم حبايبي. النهاردة هناخد الدرس الأول في استعداد الرسول صلى الله عليه وسلم للهجرة. بيقول لي في الدرس إن لم يمضوا شهرين اتنين على بيعة العقبة الثانية، وهاجر المسلمين إلى يثرب المدينة. ليه كانوا بيهاجروا يا اولاد من مكة للمدينة؟ علشان الكفار قريش كانوا بيأذوا المسلمين وبيعذبوهم. كان سيدنا ابو بكر رضي الله عنه يستأذن كل شوية الرسول في الهجرة، فكان الرسول يقول له لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبا. فيطمع ابو بكر رضي الله عنه ان يكون صاحبه في الهجرة هو الرسول. اجتمعت قريش علشان يتأمروا على الرسول عشان يقتلوه. فزي ما احنا شايفين اهو كانوا بيعذبوا المشركين كانوا بيعذبوا المسلمين، فكانوا بيضطروا الى الهجرة الى يثرب اللي هي سمت بعد ذلك بالمدينة. طيب يعني اتفق المشركين ان هم يجيبوا رجل شجاع من كل قبيلة حتى يقتلوا الرسول، فيتفرق دمه بين القبائل وما تستطعش قبيلة قريش انها تقاتل كل القبائل. اخبر الله سبحانه وتعالى رسوله بالمؤامرة اللي بيتآمر عليه المشركين وامروا بالهجرة. ذهب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الى سيدنا ابو بكر رضي الله عنه واخبره ان الله سبحانه وتعالى امر له بالهجرة. فرح سيدنا ابو بكر بالخبر وبدأ يجهز ناقتين هيسافروا بيهم من مكة للمدينة. ناقتين اللي هم يا ولاد جملين، اللي هم جملين. طيب بدأ الرسول عشان لازم يحط خطة محكمة يا ولاد علشان ما ينفعش. طيب طلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من خادم أبو بكر اللي هو مين؟ عامر ابن فهيرة. فعامر ابن فهيرة ده كان يرعى الأغنام، كان هو بيرعى الأغنام برضه لسيدنا أبو بكر. فعامر ابن فهيرة ده الرسول طلب منه ان هو يرعى الأغنام لمحو آثار الأقدام، وهم ماشيين علشان العرب كانوا خبرة في الآثار الأقدام، كانوا يتتبعوا أثر القدم ويمشوا وراه. وطبعا احنا عارفين ان هم عايشين في صحراء وفي رمال، فكان الآثار الأقدام بتتعلم. فلما كان يمشي بالأغنام، فالآثار الأغنام دي وآثار الأقدام بتتشال عشان الأغنام مشيت عليها، فما بقاش إلا أثار الأغنام. يبقى عامر ابن فهيرة كان يرعى الأغنام لمحو أثار الأقدام. مين اللي كان بيمشي علشان يمحو أثار الأقدام؟ عامر ابن فهيرة كان يرعى الأغنام لمحو أثار الأقدام. طيب استعان الرسول بواحد برضو عشان يدلهم على الطريق. مين؟ طريق أوريقط، عبد الله بن أوريقط. طريق عبد الله بن أوريقط كان مشرك وكان عالم بالطريق، وأخذ الرسول وأبو بكر من طريق غير مألوف علشان ما يلاقوش الكفار وراهم. بعد كده أمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إن هو ينام مكان الرسول حتى يتوهم المشركين إن هو لسه نايم في فراشه. وكمان علشان حاجة تانية نخلي بالنا، علشان يؤدي الأمانات إلى أهلها. القريش والقبيلة كان بتحط الأمانات عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فخلى سيدنا علي ينام مكانه علشان يرد الأمانات إلى أهلها، وطمنوا إن هو لن يحدث له مكروه. فطبعا خرج الرسول، كان الكفار مستنيينه أمام البيت. طبعا عناية الله سبحانه وتعالى مع الرسول، كلهم ناموا والرسول خرج من بينهم وهم مش شايفينه، ووضع الرسول عليه الصلاة والسلام على كل راس واحد كل حفنة من الرمال، وخرج هو وأبو بكر وركبوا الناقة، ومعهم مين دليل الطريق؟ عبد الله بن أوريقط. طب مين اللي كان بيرعى الأغنام لمحو أثار الأقدام؟ عامر ابن فهيرة كان يرعى الأغنام لمحو أثار الأقدام. يلا نحل على الدرس بسرعة بعد التمرينات. هاجر المسلمين إلى بعد بيعة العقبة الثانية بشهرين؟ هاجروا بعد المدينة ولا الطائف ولا الحبشة؟ طبعا المدينة. تآمرت على قتل الرسول قريش ولا العرب ولا الأنصار؟ طبعا قبيلة قريش اللي منها الرسول. أخبر الله رسوله بمكر المشركين بوحي من أبو بكر ولا علي ولا جبريل؟ بوحي من جبريل بواسطة جبريل. أعد ناقتين للهجرة إلى المدينة؟ ناقتين وقلنا جملين، الرسول ولا أبو بكر ولا علي؟ طبعا سيدنا أبو بكر.
تم اختيار عبد الله بن أريقط تحت طريق عبد الله بن أريقط لأنه كان خبيرا بالطريق ولا شجاعا ولا طبعا خبير بالطريق، وخدهم من طريق غير مألوف حتى لا يتبعهم المشركين طبعا. طب مين اللي اختاره الرسول لمحو أثار الأقدام؟ عين عامر ابن فهيرة كان يرعى الأغنام لمحو أثار الأقدام. ومين اللي دليل الطريق؟ عبد الله بن أريقط. طيب صح ولا غلط؟ كان أبو بكر يطمع في صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طبعا صح. أحست قريش بالخطر لزيادة أنصار الرسول بمكة؟ لا، لزيادة أنصارهم في المدينة. تعرض الرسول لمؤامرات كثيرة من مشركي قريش؟ طبعا صح. وكفايه كده عشان الفيديو ما بقاش اطول من كده، ومع تكمله الفيديو. شكرا ومع السلامه. لو عجبكم اعملوا شير مع اصدقائكم. شكرا، مع السلامه.